أهلا بيكوا في تالت يوم من رحلتنا. في أول يوم طلبنا من الله إنه يفتح لنا بصيرتنا باسم الله الفتاح، وامبارح سلمنا كل قلقنا ومخاوفنا لله سبحانه وتعالى باسم الله الوكيل. النهاردة إحنا واقفين بين إيدين الله، بنبص للكسر اللي جوانا، الكسر اللي سابته الأيام أو المواقف أو حتى الأشخاص اللي خذلونا. النهاردة هنعيش مع اسم الله الجبار. كلمة الجبار في علم التعافي واليقين مش بس معناه القوة، معناه جبر الكسر، زي ما بنجبر الكسر اللي في جسدنا عشان يرجع قوي. ربي الجبار هو الوحيد اللي يقدر يلم شتات روحك اللي اتحطمت. انتي مش مكسورة لانك ضعيفة، انتي مكسورة عشان جربتي تشيلي فوق طاقتك. النهاردة الجبار اسم الله الجبار جاي يقولك أنا هنا عشان أجبر بخاطرك. الجبر الإلهي ما بيسيبش أثر، بالعكس بيخلي مكان الكسر ده نقطة قوة جواكي. انوي النهاردة انك تذكري اسم الله الجبار، وانك انتي تقدميله كل شرخ جوه قلبك، كل خيبة أمل، كل وجع لسه فيكي، وقولي يا جبار بنية الترميم، بنية انك ترجعي سليمة كاملة بالله مش بحد تاني. سيبي الكسر عليه واستقبلي الجبر بسكون. كانت معاكم إنجي الدهشان.